تامر حسني عمل كليب بالاي اي في افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية، وعمل صور لكتير من نجوم الفن اللي رحلوا كنوع من التكريم على مشوارهم الفني الكبير سواء في المسرح او في السينما. لحد هنا تمام، لكن اللي حصل ان الصور والاسماء اللي اتعرضت ما كانش ما بينهم نجوم تانية على رأسهم الفنان الراحل حسن يوسف. وقتها ابنه زعل قوي وشاف ان ده تقليل من تاريخ والده، فحضر مشروبك الجميل وتعالى بينا نعرف مشوار الفنان الراحل حسن يوسف. يا أخي أنا مالي ومال المسرح بس. حسن يوسف حسن اتولد 14 ابريل 1934 في حي السيدة زينب. هما كانوا 4 اخوات ولاد، حسن وزكريا وعدلي ومحمد. حسن وزكريا كانوا توأم. حسن كان من عيلة بسيطة، ابوه موظف وامه ست بيت، وكان معروف انه شقي جدا وبيحب الكرة بجنون. عشان كده ابوه لاحظ الحكايه دي ودخله ناشئين نادي الزمالك اللي كان اسمه نادي فاروق وقتها. ومش بس كده، حسن صمم يدخل كليه التربيه الرياضيه بسبب عشقه للكوره. وفي مره حسن دخل مع اصحابه سينما، وكان وقتها نجمه السينما فاتن حمامه معروض لها فيلم، وفجاه حسن يوسف اتبلم قدام الشاشه، حب تمثيل فاتن حمامه وحب فاتن حمامه نفسها. ومن يومها ما بقاش يفوت اي فيلم ليها، لدرجه ان اصحابه سموه مجنون فاتن حمامه. دي امه اللي ما كانش بيعيش لها اي بنت، لما جابت بنت صمم يسميها فاتن، وهي البنت الوحيده اللي عاشت من اخواته البنات، وكان بيحبها قوي. مش بس كده، ده من كتر حبه في فاتن حمامه ساب الكوره والكليه اللي كان بيحبهم قوي واختار يدخل معهد فنون مسرحيه. طبعا الموضوع كان مرفوض عند اهله، بس هو عرف يقنعهم انه يدخل جنب المعهد كليه تجاره، فاضطروا يوافقوا. لو كان علي أنا ما كنتش أتردد أبدا، لكن أنا مش لوحدي في البيت ولازم أسأل والدي قبل ما أقول لك على رأيي. حسن يوسف كان عارف يثبت انه موهوب من اول يوم في المعهد، لدرجة انه انضم للمسرح القومي من وهو لسه في سنة تانية، وبقى يمثل قدام نجوم كبار زي يوسف وهبي، أمينة رزق، حسين رياض، والأخير ده بالذات كان معجب بيه قوي وعجبه شقاوته وخفة دمه، وكان شايف انه هيبقى خليفة أنور وجدي. عشان كده قرر يساعد حسن، وجاب له في عرض من عروض المسرحية المخرج صلاح أبو سيف يتفرج عليه. وفعلا صلاح شاف حسن من هنا وما ترددش، وخده معاه في فيلم أنا حرة مع لبنى عبد العزيز سنة 59. الفيلم بينجح جدا، وبيبدأ حسن مشواره في السينما ويعمل سنة 60 3 أفلام مرة واحدة، وبسرعة بيثبت نفسه، وتيجي سنة 61 ويقدم 5 أفلام مهمة، أشهرهم مفيش تفاهم، الخرصاء، التلميذة، والفيلم الأيقوني في بيتنا رجل. اجري اندهله يا محسن. حاضر يا بابا. عشان السنة اللي بعدها يخطفوا العندليب عبد الحليم حافظ ويقدم معاه أنجح فيلم في تاريخ حسن يوسف، فيلم الخطايا، اللي نقل حسن يوسف نقلة كبيرة قوي. في نفس السنة دي بيعمل فيلم قاضي الغرام، وبيشوف لبلبة اللي كانت لسه وجه جديد 17 سنة، فبيقرر يتجوزها، بس أهلها بيرفضوا عشان لسه سنها صغير، لكن مع إصرار لبلبة قدروا يتجوزوا، وحسن كان بيحبها قوي. حسن بقى كان بيكمل مشواره في السينما اللي كان بيعلى فيه كل يوم عن التاني، وبقى من أهم الممثلين في الستينات، وبقى معروف إن هو الشاب الطايش وصاحب الدم الخفيف، وبقى يقولوا عليه خليفة أحمد رمزي. وكان أشهر أفلامه في الستينات أم العروسة، للرجال فقط، زقاق المدق، الباب المفتوح، والاخير ده بقى حقق حلم حياته ومثل مع فاتن حمامه، وعمل برضه مع سعاد حسني ثنائيه رائعه وصلت ل 14 فيلم ما بينهم، كان بدايتها فيلم مفيش تفاهم، وبقى الثنائي الخفيف اللذيذ، وافلامهم شبههم ولسه الناس بتحب تشوفها لحد دلوقتي، زي فيلم الزواج على الطريقه الحديثه. والله عارف حضرتك قاعده في الزوايا، ما تقومي تشوف العريس اللي هتطلعي فيها يوم. بس وسط النجاح ده كله كان اكتر حاجه مضايقه حسن انه كان نفسه يخلف من لبلبه، لكن هي كانت رافضه الموضوع ده تماما، وكانت شايفه ان الحمل هيعطلها عن الفن، وكانت بدات تنجح في السينما، وعشان هو بيحبها صبر وما اتكلمش، لكن كان بيغير عليها من ادوارها الجريئه لحد ما اتطلقوا سنه 72. بعد الطلاق حسن بيدخل في اكتئاب، فبيضطر يرجع يشتغل ويسافر لبنان عشان يصور فيلم جديد، رحله حب، مع شمس البارودي، ودول بقى ما كانوش بيطيقوا بعض خالص. يعني سنه 66 كانوا بيصوروا فيلم، وشمس البارودي كانت لسه وجه جديد، واتاخرت يوم على التصوير، فاتصل اتخانق معاها، وهي ردت بعصبيه، فاصر انها تمشي من الفيلم فمشيت. والمره التانيه كانوا بيعملوا فيلم حكايه 3 بنات، وما كانوش طايقين بعض خالص طول التصوير، لكن زي ما بيقولوا التالتة تابتة. حسن بيقول انه عرفها هناك على حقيقتها، وشاف جمالها من جوه زي جمالها من بره، واكتر حاجه عجبته فيها انها بيتوتيه، بتحب البيت والعيله، وكان بيلاحظ ان كل يوم وقت الرحله بتسيب فريق العمل بتاع الفيلم وتروح تسهر مع عيلتها اللي هناك، وده خلاه يقرب من عيلتها عشان يتعرف عليها اكتر. ولما قال لها انه بيحبها كانت خايفه يكون حركه من حركاته المشهوره مع البنات. مش معقول تكون معرفتش بنات قبل كده. لكن هو اكد لها انه بيحبها وعايز يتجوزها حالا، وفعلا جه ابوها من مصر واتكلم معاه عشان يطمن، واتخطبوا في يناير 72 في لبنان، ونزلوا مصر بعد الفيلم، اتجوزوا في فبراير 72 عشان تبدا قصه حب هتستمر 52 سنه، ويمروا بحاجات كتير، نجاح وتوبه واتهامات وفقدان غالي.
في السبعينات، الفترة اللي كانت مشهورة بأنها أسوأ فترة في السينما المصرية بسبب الجراء الكبيرة، كان حسن وشمس نجوم الفترة دي وقدموا أفلام كتير، وفي حاجات كانت من إخراج حسن يوسف. وهنكتفي بالجزء ده في السبعينات عشان هي فترة مش حلوة خالص. تيجي سنة 81 وحسن يوسف يقابل الشيخ الشعراوي في فطار في رمضان، وكان حسن عنده أسئلة كتير عن الفن، وأهمها هو الفن حرام ولا حلال؟ فرد الشيخ الشعراوي وقال له الكوباية اللي قدامك دي ممكن يتحط فيها شاي وممكن يتحط فيها خمرة، فالكوباية مش المهم ايه اللي هيكون فيها. كلام الشيخ الشعراوي اتأثر بيه حسن، وبعدها بفترة شمس بتروح تأدي مناسك الحج وترجع تبلغ حسن انها اعتزلت الفن، ورغم ان كان في شغل بيحضروه لفيلم جديد رفضت شمس، واضطر حسن انه يحترم قرارها، وبدأ يفتكر كلام الشيخ الشعراوي وقرر انه يعمل اعمال هادفة. في الوقت ده جاله مسلسل محمد رسول الله، فحس انها علامة وفرح جدا، بس بعد ما خلص المسلسل بدأ ما تجيلهوش الادوار اللي هو عايزها، فقرر يعتزل وراح خد حتة ارض وزرعها، ولانه ما عندوش خبرة فخسر فلوس كتير، راح فتح مكتبة وبرضه خسر كتير. فراح للشيخ الشعراوي قال له الشيخ انت كل مرة كنت بتختار حاجة ما بتفهمش فيها، انت فنان والناس بتحبك، استغل ده صح، وكل اللي عليك تنقي اعمالك. بيقتنع حسن بكلام الشيخ الشعراوي وبيرجع عن الاعتزال، ويجيله مسلسل ليالي الحلمية سنة 87، والجمهور حب دوره قوي لدرجة انهم اتأثروا لما مات في الجزء الثاني. وسنة 90 بيعمل فيلم الشقيقتان مع إيمان ويعتزل بعدها ويختفي سنين طويلة محدش يعرف عنه حاجة ولا عن عيلته. يا رب وأنت أعلم بما تخفي السرائر وما تكن الصدور. يا رب أنت أعلم بي وأدرى بما يعتمل في قلبي. وفجأة سنة 2001 بيرجع بشكل جديد ويعمل المسلسل الديني ابن ماجه، عن قصة حياة الإمام محمد ابن ماجه، واحد من كبار رواة الحديث الشريف. والمسلسل بينجح قوي، وهنا حسن بيلاقي نفسه اللي بيدور عليها، ويبدأ رحلة جميلة من المسلسلات الدينية، أهمها وأشهرها إمام الدعاء سنة 2002، عشان يكون أهم عمل في تاريخ حسن يوسف كله، ويكون رد جميل للشيخ الشعراوي اللي سانده في تغيير حياته للأفضل. وبقى الناس كل سنة بتستنى حسن يوسف وهو بيعمل مسلسلات دينية واجتماعية هادفة زي أنوار الحكمة، الإمام النسائي، الإمام المراغي. حتى لما عمل مسلسل اجتماعي زي مسائل عائلية جدا مع الراحلة دلال عبد العزيز، كان مسلسل حلو جدا والناس حبته لأنه بيناقش مشاكل البيت بشكل محترم، لحد ما بيتفاجئ الناس إنه في سنة 2010 بيعمل مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة، ووقتها الناس هجمته جدا بعد ما كانوا شايفينه خلاص في اللون الديني أو الاجتماعي. وخرج اعتذر حسن للجمهور، وانه كان يقصد وقتها انه يعمل عمل اجتماعي له هدف، بس ما طلعش زي ما توقع. ألا إن الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفر، وظلم لا يترك، وظلم يغفر ولا يطلب. وتيجي سنة 2011 عشان يصدم الجمهور مرة تانية، بس مش بسبب مسلسل أو فيلم، لكن بسبب هجومه الشديد ضد المتظاهرين في التحرير، وقال إن هو وعيلته مع حسني مبارك، واتهم الثوار بالرشوة، ويتحط اسمه ومراته في القايمة السوداء ضد الثورة. فاضطر بعد سقوط نظام مبارك إنه يعتذر، وقال إنه كان خايف على البلد. وفي 30 يوليو 2023 بيجيله أسوأ خبر، عبد الله ابنه نزل البحر في الساحل في نص الليل وما طلعش، لحد ما الصبح بيلاقوا جثته على الشط، عشان يموت ابن حسن وشمس، ونلاقي صبر رهيب منهم. بس حسن يوسف الحزن الجامد أثر على قلبه، وفي 29 يوليو 2024 بيموت حسن يوسف. رحم الله حسن يوسف. بس كده، لحد هنا خلصت حلقتنا النهاردة. لو عجبتك دوس لايك وشير عشان نوصل لكل الناس، واكتب لنا في التعليقات ايه اكتر فيلم حبيته للولد الشقي حسن يوسف. ولحد ما نتقابل تاني، خليك فاكر، مع وتوبيا حكاوي الفن ما بتنتهيش. سلام. اللهم نجي المحسود من شر الحاسد.